صدق على العالم. كابتن، ملينا من الدايت بسبب صدر الدجاج، فعلا هو ممل بس الحل يمي. اليوم راح اسوي لكم طريقه لصدر الدجاج بعد ابد ما تملون من عندي. 700 غرام صدر دجاج، 300 غرام رز، سوتيه عباره عن بروكلي وجزر، قطعه سمك وبهارات. اول خطوه نوزن صدر الدجاج ونقطعه. نضيف ملعقه بابريكا، بهارات دجاج، كركم، فلفل اسود، كاري، ملح لها ملايه، نخلطهن. بعد ما كملنا خلط نجيب صينيه بها ورق زبده، وهسه نسويها على شكل كفته. صارت جاهزه نوديها نسلقها بالبخار. طبعا اجود انواع الطبخ هو الطبخ بالبخار لان يحافظ على نسبه البروتين اللي بالطعام. ونخلي التمن وياه اللي هو 300 غرام. نجي هسه نخلي السوتيه اللي هي عباره عن بروكلي وجزر نسلقهن على البخار. اذا ما عندك هذا الجهاز مال البخار تقدر تسلق صدر الدجاج بالبخار بهذا الجدر. حاليا كمل البخار، هسه نخليه على القلايه الهوائيه لمده 20 دقيقه حتى يصير كريسبي. وهسه صارت جاهزه. هسه هذه وجبتي مال صدر الدجاج لليوم كله. وزعتها على هذه الوجبات، والرز موزع تدريجيا لحد ما يجي وقت التمرين. تشوفون شلون الرز يقل شويه شويه لحد وقت التمرين، وبعد التمرين ماكو رز. هسه تشوفون هذا الجبل، هو هذا الجبل اللي يصنع العضلات. هدفنا بشركه مرياس جروب نقدم لكم كل ما هو مفيد وحقيقي من خلال التجربه. شركه مرياس جروب هي داعمه لجميع الرياضيين.